السلام عليكم يا جدعان، والنهارده فيديو جديد في كوكب جاكجو. بس قبل ما نبدا الفيديو النهارده عايز اقول لكم بجد يا جدعان، يعني فيها ايه لما مثلا 2001 دول اللي شافوا الفيديو مثلا يدوسوا لايك. يعني انت هتخسر ايه؟ يعني انت لو دوست لايك كده مش هيقعد منك ثانيه حتى. تعال نشوف بقى اللي هيعود عليا أنا. لما انت تدوس لايك الفيديو يعني هيروح لغيرك، وغيرك هيدوس لايك، وغيرك هيدوس لايك. بص، يعني لما انت هتدوس لايك الفيديو هيزيد من نسبة ظهور، لما يزيد من نسبة ظهوره فهيجي المشتركين، لما يجي المشتركين القناة تكبر، لما القناة تكبر احنا هنكبر. امين. يعني حاجة يعني قليلة بالنسبة لك لكن كبيرة بالنسبة لي، فيا ريت يا جدعان نهتم باللايكات. من غير ما اطول عليكم، ادعوا لاخواتنا في غزة واذكروا الله لو عندنا فرد قوم صليه. بس كده شباب، ليتس جو. ابعت لها ريكورد وقول لها ريكورد ده انا بعد الريكورد دي تعمل لي بلوك. يعني انا لو قلت لها ابعت لك ريكورد دي تعمل لي بلوك. فنكمل نشوف الحوار ده. محتاجة اتعلم السباحة. هتقولك ليه؟ قولها عشان غرقان في حبك يا جميل. حبيتك. حرفيا يا جدع، حرفيا نفس الاحساس بتاعي حاليا. يعني انا يعني ايه يعني ريكورد وغرقان ليه يعني ليه؟ اما اصل ايه يا جدعان، الناس اللي بتبقى لدغه بتبقى باينه، يعني باينه عليها، لكن دي باينه قوي ان هي مصطنعه، تمام، ومش لدغه كمان. فعارف فكسان عامل الفيديو ده ومركبه. انت راجل طرش توب التوب. كده يعني تمام. فنكمل. انا بعد ما اتجننت. الو، مين معايا؟ ايه، محدش معايا كلهم عليا؟ انا حرفيا يا جدعان، يعني انا بعد اللي بيحصل معايا ده افتكر كلهم يتقبض عليهم ومحتوى بيضيع. انا اتجننت يا جدعان، وبقيت بكلم نفسي وماشي بقول طب انا هعمل ايه النهارده؟ طب انا محتوايا بيضيع، طب انا هعمل ايه النهارده؟ طب كده يعني. ثواني، صوت التكة امان تويست. مش اعلان على مش اعلان، بس يعني حبا في المشروب، تمام، حبا فيه. احلى مشروب في الدنيا، وللعلم يا جدعان مصري. قاطع اهو، مشروب مصري عنب، حاجه فل خالص، تمام. فنكمل. لما الواد الروش اللي في الدرس يقعد كل شويه يقلش عشان يضحك البنات. نشوف. يعني حرفيا يا جدعان، يعني يا كتل اللي بتعمل كده وعايز يعني تبان ان انت حلوه شوفيني، بلاش. يعني بيبقى شكلك قد كده، بيبقى شكلك صغنن يا اسطى. يعني مره حصلت معايا يا جدعان، اللي انا قاعد الواد البيجار ده يقعد الواد البيجار ده يقعد يصعدعنا بقى ويجيب لك. بص، كدابين عندنا، كدابين، وبالذات في اسيوط. يعني في شويه كدابين يموتوا في حاجه اسمها كده، اللي هو انا والحديد التانى، وهو معهوش 5 جنيه يروح اساسا. فصباح الفل يعني. فبلاش من شغلي حلوه شوفيني ده عشان وحش. فاكس كم. الفيديو ده ما فشلش اللي هو يضحكني. نشوف. اللي ما عاشرش الفيوميه ما شافش رجاله. احنا رجاله غصب عن اي حد طبعا. ما انا بقول لك، يعني احنا رجاله طبعا. وده بص، ده طبعي واسلوبي. ثانية نفهم. هل انت تمام؟ انت لا، مش انت مش الولد اللي عامل الفيديو ده، هل انت فاكر نفسك من الرجاله؟ يعني انت بحركاتك المايعه دي واللي انت بتعمله ده، انت فاكر نفسك من الرجاله؟ يعني انا لما اطلع كده انت حبيبي يا اسطى، الو ايه في ايه؟ طيب يعني خليك كاريزما كده في نفسك، خليك راجل. اوكي. ده انت حتى ملامحك ما فيهاش رجوله يا جدع. انت جاي منين؟ انا عايز اعرف انت جاي منين يعني. طبعا الكائن ده لا يمثل الفيوم باي صله، تمام، وما يمثلش مصر باي صله، تمام، لان احنا مصر رجاله ولاد رجاله، وملناش دعوه بالاشكال اللي جايه من تحت السلم، تمام. فنكمل. وكل حاجه، والناس كلها عارفه اسلام ايه. يا روحي صباح الورد يا روحي. على الطلاق نفس الكلام. انت يعني ما فيش اي صله بينك وبين الرجاله، تمام. يعني انت حرمه ومصطنع، ما هتعرفش ازاي، بس انت كده يعني. فنكمل عشان انا ما بحبش الاشكال دي بصراحه كده. الذكاء الاصطناعي كول. طالما في حاجه فيها ذكاء اصطناعي هتبقى بص مليانه ضحك للركب يا باشا. هنشوف. الحمار ده كان بيشخ فلوس عشان وهو صغير امه كانت بتضربه على طيب. حبيبي انت ليش صاحي للحين؟ بابا قاعد يزرط الليلة كله ما قال أنه من الريحة.
ليه يا بابا ليه كده يا بابا ليه يعني تخلي الولد الصغير هذا يقوم من النوم بسبب هذا الشيء ليه يعني؟ ليه يا جدعان؟ يعني يرضيكوا الولد الصغير يبقى قايم كده بسبب الريحة وابوه نايم كده، يعني ينفع يرضيكوا؟ انا ما يرضنيش طبعا، ما يرضنيش خالص. بنكمل. يا خالة ما يجوز تشربي ريد بول، راح يضرك. كل زق مالك دخل. عارفين ده لما يجي لي حد ايه يقول لي ما تشربش تويست لانها يعني فوق 18، وانا بعون الله يعني لسه كل زق. لا عارفين ردة فعلي، يعني ما تحاولش معايا طالما انا المشروع عاجبني مالكش دعوه بيا، تمام؟ هنكمل. الست قتلت جوزها عشان داس على الارض وهي أوه. بتمسح. قبضتوا عليها؟ مستنيين الارض تنشف. حتى الشرطه يا جدعان خايفين، حتى الشرطه بيقول لك ان لا يا باشا انا لما اخش يعني إيه هي قتلت جوزها عشان داس على الارض وهي بتمسح، فبالك انا اخش اقبض عليها ولسه الارض ما نشفت؟ لا يا باشا، الارض تنشف براحتها خالص وهي تأذن ونخش يا باشا عشان ما نلحقش يعني اللي احنا جايين وكده يعني. يا جدعان الذكاء الاصطناعي يا جدعان هيبوظ الدنيا يا جدعان، يا جدعان حقونا ايسونا بجد. كام ايه هي الحاجة اللي ندمان عليها ندم عمرك اني ما سمعتش نصيحه جدي. وايه هي نصيحة جدك؟ ما قلت لك ما سمعتش. يعني مش محتاجة يا جدعان، يعني قلت لك ما سمعتهاش، لازم يعني ما سمعهاش، يعني انا قلت لك ما سمعتهاش من الاول، ليه تقول لي ايه هي بقى؟ ما انا قلت لك ما سمعتهاش. نكمل. وانا صغير بعد ما نزلت فيديو ما جابش مليون لايك. السلام عليكم. لا مش انا مش كده، وانا هقعد اقدم لكم محتوى حلو مش هتقدروني. انتوا عايزين محتوى ليه كده ليه يعني انت ماشي عادل ليه الكلمه دي يا اسطى؟ ليه يعني؟ بس بصراحه يا جدعان يعني اعملوا لايك يا جدعان، اعملوا لايك يا جدعان. طب انا قلت لكم في اول الفيديو انتوا مش هتخسر حاجه، دقيقه ثانيه هتدوس كليك كده كليك تمام، هتعمل لنا ده كله، فما تبخلش على اخوك وقاطع لاجل اخواتنا اهو. تويست اهو، مش اعلان برضه. ده على كتر الظهور ده كده هيفكروه اعلان. وطبعا يا جدعان لو لقيت اختلاف في الزاويه فالفيديو التليفون عملها معايا تمام، وقفل التصوير بسبب المساحه، فمعلش ان التليفون عملها معايا بسبب المساحه يعني وكده، تمام؟ هنكمل. بتكون مصري بس جيناتك امريكيه، شوف ده كده هيبقى وقت توه. انا شفت كل حاجه ما عدا الجينات الامريكيه، فانت تقول لي بقى بعد اذنك يعني تقول لي الجينات الامريكيه انت مسوحها فين يعني مين فين وانتوا انت ايه اللي جابك هنا جينات امريكيه؟ انا ما بحبش انا الشفره دي ممنوعه عندي، بس ما كده يعني اصل مستفزه يا جدعان. والمشكله يا جدعان ان هو مكمل، يعني هو لحد الان مكمل في نفس المحتوى، فنكمل. بس انت شكلك مش حلو، نفس الولد نفس الولد. يا اسطى انت بتاكد لها اكتر، يعني انت يعني هي سالتك انت بتاكد لها اكتر. يا جدعان انا اقسم بالله انا مش بتنمر ولا بحب التنمر يعني، بس ليه يعني ما حدش يقول انا بتنمر، تمام؟ لان هو بنفسه يحب كده، هو عايز الناس تتنمر طالما يعني طالما قول السؤال تاني وكده. المهم هو عايز الناس اسكت تتنمر عليه، يخرب بيت الكلمه اللي مش عارف اقولها دي كده يعني. فنكمل. مين قال مفيش شباب حلوه في مصر؟ ده ولد مختلف ده ولد مختلف. شوف حبيبي يا جدعان والله ما بحب يخرب بيت يا بنت اثبتي بقى اثبتي. والله يا جدعان ما بحبش التنمر يا جدعان، يعني انا ما بحبش التنمر، ما بحبش المتنمرين كده يعني. على كده يا جدعان هو الكذب بيدخل النار.
في بقى شويه ناس يعني خدت المحتوى بتاع الواد اللي بيقول لك انا اجمل شاب ومش عارف ايه، خدته رياكت بقى اللي هو بص انا خدته ميمز وكده. فتعال نشوف. فتحت التيك توك عادي. بيقول لك فيديوهات الواد اللي حد ضحك عليه وفهمه ان هو اجمل شاب. حرفيا يعني حاجه موت يعني. انا نفسي افهم مين اللي قال للواد ده ان هو كده. انا نفسي في ربع السكه اللي عندك، ربع السكه دي يلا اعطيني مما اعطاك الله كده يعني. مسرب من الدارك ويب. يما في ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ ايه يا اسطى؟ ايه ده؟ انا اللي فصلني اخر حته دي اللي هي بتاعت البنطلون المقطوع دي. يعني انا طول الفيديو انا خايف، واقسم بالله يا جدعان طول الفيديو انا خايف يعني من الاشكال اللي انا شفتها خايف يعني. جاي في اخر الله يعني حاجه بوله خالص. فنكمل. شفت البلاغ ضد هدير عبد الرازق بسبب الافلام اللي مش تمام؟ ما شفتش؟ تعال. افلام كيف يعني؟ كيف يا جدعان افلام؟ انا عرفت ان في فيديو واحد اتسرب اللي هو 9 دقايق الجديد، ومحدش يقول لي وانت عرفت منين؟ عشان الفيديو لا مش الفيديو، انا ما شفتش فيديوهات كده يعني. انا بس يعني عرفت ان الفيديو 9 دقايق من واحد صاحبي. من واحد صاحبي فعلا. محدش يشوفني غلط يا جدعان، انا ما بشوفش غلط وكده يعني. يعني هي مش افلام، هو فيديو واحد تمام اللي كان اللي اتسرب يعني. فنشوف نكمل. محامي يقدم بلاغ في اسم شرطه النزهه ضد هدير عبد الرازق وطليقها، اتهمها بنشر فيديوهات اباحيه والتحريض على الفسق والفجور، وقال انه معاه فلاشه فيها فيديوهات تخدش الحياء العام وبتروج لاعمال منافيه للاداب. فلاشه فيها حوار كبير، حوار كبير قوي. نكمل. محامي هدير عبد الرازق قال انه هياخد كل الاجراءات القانونيه ضد اي حد بينزل عليها فيديوهات بالكذب، وقال ان اي حد منزل عليها فيديوهات بالكذب او منزل فيديوهات قديمه انا هقدم فيه بلاغ للنائب العام. لحظه ادراك ان انا منزل عليها تقريبا فيديو ولا 2. فانا في الفيديو ده انا كنت جايب فيديوهات فيديوهات القديمه تمام، لكن ما جايبش فيديوهات مخله تمام. انا جايب الفيديوهات القديمه اللي هي كانت نشرها على صفحتها، انا ماليش دعوه. عايزه تقدمي فيها بلاغ على ايه بقى؟ قولي. انا لقيت حاجه منتشره ان الناس كلها نشرها، جبتها كده عملت عليها رياكت محترم، رياكت بالاحترام، مفيش اي لفظ خارج يعني. انا عمري ما قلت الفاظ خارجه، عمري ما، حتى لما بقول الفاظ خارجه بحط عليها تيت تمام عشان محدش يسمعها. وفي اغلب الفيديوهات اللي انا بجيبها وفيها برضه شتايم بحط عليها تيت يعني. انا ما عنديش حاجه اخاف عليها، انا راجل ماشي مظبوط كده اهو. شفت البلاغ اللي مقدماها هدير عبد الرازق ضد محاميين بسبب الفيديو بتاعها؟ ما شفتش؟ تعالى. محامي هدير عبد الرازق قدم بلاغ للنائب العام ضد محامين كتير وصفحات الكترونيه، واتهمهم بالبلاغ الكاذب والتشهير بسمعتها. قال ان محامين كتير وصفحات الكترونيه قدموا بلاغات كيديه ضد هدير عبد الرازق، وان الفيديوهات اللي انتشرت دي مش حقيقيه ومفبركه، والمحامي قال ان هدير هي الضحيه في الفيديوهات دي. الفيديوهات اللي مفبركه يعني مين اللي هيفبرك لهدير؟ الو، ده الفيديو باين من ان هو 100% حقيقي، ما تحاولوش تمام. وبعدين هيقدم بلاغ في مين بالظبط؟ ده نص مصر اتفرجت على الفيديو والنص التاني بيشيط. عايزين ايه؟ ولا هتحبسوا البلد كلها يعني؟ الحمد لله يعني انا بره الحوار. خد تويست. خلينا نكون وصلنا لنهايه الفيديو يا صديقي. لو عجبك الفيديو اتمنى تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديو جديد. ويا لهوي نسيت حاجه مهمه قوي يا جدعان، نسيت حاجه مهمه قوي. بص التدريجات يعني. انا كان المفروض يعني اجننكم في اول فيديو بس نسيت للاسف. بص التدريجات، بص شايف التدريجة؟ لا يعني ما تهزرش معلش، بس ما تهزرش معانا يعني في الحاجات دي. لا يعني ما تتكلمش معانا في الكلام ده يا جدعان، احنا ناس معديه برضه. بس كده يا جدعان شفنا شويه ميمز كده، شفنا شويه فيديوهات، شفنا برضه يعني الحاجات بتاعت هدير، الحوارات بتاعت هدير بجد برضه. انا مش عارف هي يعني كل ما حوار ليه ينزل يطلع لنا محور جديد، مش فاهم ليه. هي دايما عايزه تتصدر الساحه، ادوها الساحه يا جدعان او ادوها حاجه تاني ما نعرفش. المهم اللي يجي منكم خيرا منه. الحقوني يا ناس انا مخطوفه كده يعني. وبس كده شكشكي، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.